الفكرة دي مهمة. منشوران رقيقان متعاكس الوضع حيث يلغي المنشور الثاني انحراف الشعاع الضوئي الذي يسببه المنشور الأول. اتكلمت عنها كتير وقلت ساعتها ان هيبقى معناها ان زاوية الانحراف متساوية للمنشورين. ونفسر الأسباب بقى، بروح ذاكر أخويا. الجملة دي لما تسمعها، السطر ونص ده لما تسمعه، معناه ان زاوية الانحراف هنا متساوية مع هنا، وانا كنت مفسر بالاسباب وبالرسم ساعتها. لو كانت زاوية رأس المنشور الاول 8 درجات ومعامل انكساره 1.5، وزاوية رأس المنشور الثاني 6 درجات، هات لي انت معامل الانكسار المنشور الثاني بكام. هي لغز المسألة في فهم السطر ونص اللي في الاول، انك تعرف لما تقرا الجمل دي تفهم ان كده زاوية الانحراف للمنشوران الرقيقان متساوية، فتفكهم حيث رأس المنشور في المعامل -1 وهنا رأس المنشور في المعامل -1، وتعوض رأس المنشور الأول ب8، المعامل ده ب1.5 -1، رأس المنشور التاني ب6، وانت بتدور على معامل انكسار المنشور التاني. 1.5 - 1 بنص، في 8 ب4، يبقى ال4 بتساوي 6 في ان 2 - 1، تقسم على 6 الناحية التانية، فتبقى 4 على 6 اللي هي 2 على 3 بتساوي N2 - 1. تبعت الواحد عكس إشارة، فيبقى معامل انكسار مادة المنشور الثاني 1.2 أو 1.66 أو 1.67 حسب الاختيارات والتقريب. هتلاقيها 1.67. فبالتالي دي فكرة أنا شارحها قبل كده في الشرح، هي الفكرة دي لأنها مهمة فأنا حطيتها في الامتحان. السطر ونص دول ما يتنسوش، لأن أنت بتقعد في اللجنة بطيخة ومش عارف تفسرها، فلما مش بتفسرها بتضطر إن أنت متبقاش عارف تكمل الحل، لأن دي أول خطوة حل، إنك تفهم منهم من الجملة دي كده سطر ونص دول، تفهم منهم إن زاوية الانحراف متساوية في المنشورين. أما الرصة دي كلها فهي برضو تعتبر معادلة رياضية ما فيهاش فيزياء كتير أو ما فيهاش أزمة لحد.